السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. معاكم هدى عبد المنعم. النهاردة إن شاء الله هننفذ ستايل جديد لشنطة كروشيه من بواقي الخيوط. احنا لسه مستمرين في سلسلة استغلال بواقي الخيوط اللي عندك. الشنطة هتكون عبارة عن وحدة كبيرة شوية. هننفذ الوحدة دي مرتين عشان الوش والظهر بتاع الشنطة، وبعدين هنعمل لها زي إطار، وهنعمل لها ايدين عشان يبقى ايد من ورا وايد من الظهر وايد من الوش. الوحدة بتاعتنا عبارة عن كذا لون عشان استغلال الخيوط اللي عندك لو كميتها مش كبيرة. يعني لو كل لون في عندي منه حبة صغيرة زي كده او اقل كمان هينفع استغلها. يعني الخيوط دي كلها هناخد منها شويات، مش هناخدها كلها، مش هناخد كل الخيوط اللي عندنا دي. يعني مثلا عندي الخيط ده منه كتير، بس انا هوريكي ازاي لو عندك منه حاجة بسيطة او حتى الالوان بتاعتك هتبقى مختلفة، هتستغلي كل الخيوط اللي عندك عشان ما ترميش حاجة، وفي نفس الوقت هتطلعي تحفة تعجبك جدا ان شاء الله. هنبدأ بسم الله. الخيوط اللي عندي دي قبل ما ابدأ هنستخدم الالوان اللي معايا دي كلها. دول 6 الوان هنستخدمهم كلهم. هنبدأ 1 2 3، هنستخدم ده كمان رقم 3 التدرج ده، وهنمشي كده وهنحط كده، وبعدين هنحط اللون ده كمان في الاخر. يعني هنكرر عندي 7 سطور، في عندي لون متكرر ماشي. عندي 7 سطور للشغل اللي انا هشتغله في اللون ده، بس هو اللي هيبقى متكرر عندنا. اللون ده هو اللي هنعمل منه الاطار. فانت طبعا تدرج الالوان بتاعك انت اللي تقدري تتحكمي فيه. انا هشيل كل الخيوط دي دلوقتي، وبعدين هناخد بالظبط الخيط اللي عليه الدور. يعني هنمشي بالخيط اللي عليه الدور. معايا ابرة تنظيف ودي هستخدمها في الاخر خالص، ومعايا ولاعة ودي طبعا ما ينفعش نستغنى عنها. وهنبدأ بالخيط البني. هبدأ بعمل دائرة سحرية بواقي الخيوط دي بتبقى اللي عايز يشغلها كلها، بتبقى عبارة عن كنز عندك على فكرة موجودة، بتقدري تستخدميها في اي حاجة. ممكن تعملي وحدات صغيرة، وتعملي بوك صغنون، بوك فكة، تعملي بورتيفيهات كبيرة شوية لو دخلتي الالوان كلها مع بعضها مثلا. المهم هنعمل كمان عمود بلفة. اشتغلت اول حاجة 3 سلاسل، وبعدين هشتغل عمود بلفة، وهطلع منهم هما الاتنين سلسلة، وهشتغل عمود بلفة غير مكتمل. عايزاكي بس تركزي لانه الوحدة بتاعتنا دي عايزة تركيز شوية عشان التدرجات اللي فيها كتيرة. عمود بلفة كمان غير مكتمل، هيبقى معايا 3 لفات على الابرة. هطلع منهم هما ال3 وهعمل سلسلة. خلاص، وهشتغل عمود بلفة غير مكتمل، وعمود بلفة غير مكتمل، وهطلع اقفل الغرز اللي معايا. هشتغل الغرزة دي 8 مرات. هنعتبر ان ال3 سلاسل العمود اللي بعدها اول واحدة، ادي 1 2 3. هشتغل بعديهم 5 غرز من الغرزة دي. خلاص، هقرب لك شوية للصورة. هنشتغل سلسلة بعد كل غرزة، هنشتغل عمود بلفة غير مكتمل، وعمود بلفة غير مكتمل. الخيط مكرمية مصري عشان كده بيبقى ناشف شوية في الشغل. الخيوط اللي عندي سمكها مش متساوي على فكرة، السمك بتاعها مختلف. بطلع من اللفات اللي على الابرة وبعمل سلسلة. ادي كده معايا 4. هشتغل عمود بلفة غير مكتمل، وعمود بلفة غير مكتمل، معايا 3 لفات، بطلع منهم كلهم وبعمل سلسلة. خلاص، هكرر لغاية ما يبقى معايا 8 غرز من الغرزة الحلوة الجميلة دي. ادي كمان هطلع منهم وهشتغل سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6. هشتغل كمان مرتين تاني وهرجع اقولك ايه اللي هنعمله بعد دي اخر غرزة معايا. هشتغل السلسلة اللي بشتغلها كل مرة بعدها، وهقص الخيط، مش هسيب حاجة، يعني هقص يدوب على قد ما هقفل الدايرة بتاعتي.
هسحب الخيط وهشد الاول الخيط عندي هنا، هشد كويس. شايفين هتبقى بالشكل ده. هسحب الخيط من هنا، هدخل فوق اول عمود، مش في تالت سلسلة، لا هدخل فوق اول عمود عندي وهسحب الخيط كده وهقفل قفلة محترمة علشان ما تبانش معايا. هدخل هنا في السلسلة اللي انا اشتغلتها جوه الغرزة، وهيبقى عندي القفلة بتاعتي هتبقى بالشكل ده. شايفين مش باينة اصلا ان انا قافلة غرزة ولا سواء، مش قافلة، مش باينة عندي. انا هنا يا جماعة غلطت غلطة، هحاول اثبت الخيط. هدخل هنا في الحلقة اللي في الظهر خالص وهسحب منها الخيط بتاعي علشان اثبته. هدخل هنا برضو اثبت الخيط. شايفين هربطه بقى مع بعضه. حاولي تقفلي الغرزة بالشكل اللي انت تعرفي تتقنيه عشان يطلع معاكي الشغل مظبوط. خلاص هنقفل. هقص بقى. خلاص كده كده اللون ده خلصت بيه. ده اول لون معايا، ما خدناش منه غير حبة بسيطة جدا. يعني لو عندك بتاع 2-3 امتار خيط يعملوا لك دي. دلوقتي هاخد اللون التاني. انا مش هقول اسامي الالوان عشان كل واحد على حسب اللون اللي عنده. هنبدأ بيها ازاي بقى؟ هندخل في اي فراغ يعني تحت السلسلة. احنا مثلا بنشتغل بين كل غرزة سلسلة، يعني هنا بصوا هنا كده او هنا او هنا ايا كان اي حاجة، اهم حاجة وسط الغرز بتاعتي. هسحب الخيط وهشتغل 3 سلاسل. هحاول اسحب بداية الخيط اللي انا بادئه بيه عشان ما يبوظ حاجة عندي. 3 سلاسل دول اول عمود. خلاص وهنشتغل عمود بلفة تاني، كمان عمود بلفة، يبقى كده 3 عمود بلفة. خلاص 3 عمود بلفة، سلسلة، لازم سلسلة. وهدخل في الفراغ اللي بعد كده هشتغل برضو 3 عمود بلفة. شايفين 3 ابعد ادي العمود رقم 3. خلاص كده 3 عمود وسلسلة. هكرر العملية دي 8 مرات برضو بين كل فراغ. عندي 8 فراغات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هكررها 8 مرات لغاية ما اوصل هنا. اول ما اوصل الغرزة دي هقولك تعملي ايه. هعمل كمان معاكي مرة. ادي 1 2 3 عمود بلفة كده وسلسلة. خلاص هكرر 8 مرات. وصلت لاخر فراغ عندي، اشتغلت 3 عمود بلفة وكمان سلسلة. هقص بقى الخيط. شايفين بنستخدم كميات بسيطة جدا، يعني اي كمية من الخيوط اللي عندك هتناسب جدا للشنطة او للوحدة اللي احنا بنشتغلها دي. هاخد برضو هدخل فوق اول عمود بلفة، مش في السلسلة رقم 3، لا بدخل في العمود الاول. يعني بعد ما عملنا 3 سلاسل اشتغلنا عمود بلفة، بدخل في العمود بلفة اللي احنا عملناه، وبدخل هنا في السلسلة دي من تحت وهسحب الخيط. خلاص وهدخل هنا برضو في الخلف هنا وبسحب خيط تاني. ادخل هنا واسحب الخيط تاني وبقص وبثبت. خلاص ودي تاني سطر عندي.
هغير دلوقتي اللون وهاخد لون جديد. هدخل باللون ده لون زيتي على فكرة عشان ممكن يكون مش ظاهر اوي في الصورة. اللون الجديد، وهدخل في اول فراغ، اي فراغ من ال8 فراغات اللي عندي هبدأ فيه شغل، هبدأ منه يعني. خلاص سحبنا اول الخيط وهنشتغل برضو 3 سلاسل. حاول بس نداري الخيط واحنا شغالين عشان الخيوط الكتيرة دي بيبقى فيها شراشيب كتير من ورا، بتبقى محتاجة تداريها بأي شكل. احنا بنداري الخيط اول باول. هنسحب اول تاني هنا عمود بلفة لانه 3 سلاسل اشتغلناهم اعتبرناهم عمود. خلاص هنشتغل 2 سلسلة و2 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ. شايفين دي اول الخيط عندي. بشتغل 2 سلسلة 2 عمود بلفة، قصدي 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، يعني 4 عمود بلفة بينهم سلسلتين في نفس الفراغ. هدخل هنا عمود بلفة برضو من غير ما اشتغل اي حاجة بينهم. ادي عمود بلفة وادي سلسلة و2 عمود بلفة. الوحدة سهلة جدا وحلوة قوي، بس الواحد بيخاف يتلخبط عشان الالوان الكتير اللي احنا مدخلينها. والوحدة اصلا ما تتنفس غير بخيوط بالوان كتير، يعني عشان كل سطر يبان اللون بتاعه. ادي تاني فراغ. اول عمود وندي تاني عمود بينهم 2 سلسلة. ادي 2 عمود برضو. هنكمل ال8 فراغات عندي بنفس الشكل كده. خلاص يبقى 2 سلسلة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في فراغ واحد. خلاص هكمل 8 فراغات اللي عندي وهرجع اقولك هنقفلهم ازاي وهناخد اي لون بعد كده. خلصت كده اخر فراغ عندي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. دلوقتي المفروض هقص الخيط بقى، مفيش هنا سلسلة ولا حاجة. هقص الخيط، مش هطول في الخيط، هقص الخيط على قد ما انا هقفل بيه بس. خلاص وهسحب وهدخل فوق اول عمود هنا بالظبط كده، وهسحب الخيط وهدخل هنا في الغرزة اللي قبلها وهسحب وهدخل هنا برضو في الظهر، هنا في الحلقة اللي في الظهر خالص، وهسحب الخيط. شايفين كده القفلة دي مش باين خالص ان هنا في نهاية خيط. شايفين؟ هداري بقى الخيط من هنا وهنبدأ اللون الجديد. هخش بقى باللون الرابع في اي فراغ من الفراغات اللي عندي 8 فراغات برضو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هنشتغل شغلنا في السطر ده يبقى في الفراغات دي. خلاص في اي فراغ منهم هدخل وهسحب الخيط وهشتغل 3 سلاسل برضو يا جماعة. هاخد الخيط معايا وانا شغالة. ادي كده 3 سلاسل، اجيبهم كده بس كويس علشان هنشتغل في الفراغ ده 7 عمود بلفة. ال3 سلاسل دول اول عمود معايا، وعشان الفراغ ما يبقاش الغرز ما تبقاش متزنقه معايا واحس انها بتيجي معايا للاخر، هدخل بالابره كده وهسحب من تحت الابره، مش كده. لما بعمل كده بحس ان انا بجيب الخيط معايا الناحيه دي. خلاص هيبقى عشان الابره بس تساعد معايا هنعمل كده. هنشتغل 7 عمود بلفه في كل فراغ، هنشتغل 7 عمود بلفه. ال3 سلاسل اللي اشتغلناهم في الاول دول هنحسبهم اول عمود. خلاص الوحده كل مدى شكلها بيبان ان هي جميله جدا وتحفه قوي، بيظهر جمالها الالوان اللي احنا حاطينها. عندك الوان طبعا غير دي
كل الالوان اللي عندك متاحه ايا كان لونها، يعني حتى لو كنت شايفه ان هي مش لايقه على بعض، لما تشتغليها صدقيني هتلاقي نتيجه حلوه قوي. ادي 1 2 3 4 5 6 7. خلصنا اول 7 عواميد بلفه، هندخل على طول هنلف الخيط على الابره وندخل على طول في الفراغ اللي بعده. مفيش اي سلسله في النص، مفيش غرزه حشو في النص، مفيش اي حاجه. خلاص كده اهو زي ما انت شايفه. هندخل نشتغل كمان 7 عمود بلفه في كل الفراغات. هشتغل 7 عمود بلفه. نظبط بس الخيط. بعد ما خلصت ال7 عمود بلفه في ال8 فراغات، هقولك ايه الخطوه اللي بعد كده. الغرزه حلوه قوي. انا من الناس اللي كنت ما بحبش ابدا اشتغل شغل الوحدات ده عشان الالوان الكتير وكيفيه تظبيط اللون، لغايه لما اشتغلت على نفسي كتير قوي، لغايه لما جربت كذا مره اقفل الخيط واداري الخيط واثبته، بقى بيبان عندي بالنتيجه الحلوه اللي هتظهر ان شاء الله في الاخر. عشان كده يا جماعه لازم نحاول مره واتنين وتلاته، مش معنى ان غلطت مره يبقى خلاص الدنيا وقفت على كده، لا طبعا. 1 2 3 4 5 6 7. خلاص هيبقى شكلهم كده. هشتغل في كل الفراغات دي، كل فراغ هشتغل فيه 7 عمود بلفة لغاية اخلصهم بس، وارجع اقولك الخطوة اللي بعد كده ايه. من خلال إدارته بطريقة لا يتم فيها الإسراف فيها، من خلال الضربات النوعية، وهذا يعني ملمح من ملامح معركة الاستهداف التي أكد عليها الدكتور. العراق الانعكاسات ربما في الشارع تبدأ من عائلات الأسرى التي استعادت بعضها 3 جثث اليوم كما يقول الناطق العسكري هجاري. أي انعكاسات أخرى يمكن أن تكون في ظل الخلاف السياسي بين تصريحات جالنت وبنيامين نتنياهو فيما يتعلق باليوم التالي للحرب. نعم هناك يعني اليوم 3 جدليات و3 تقسيمات لهذه الخلافات في الساحة الإسرائيلية، وكل تقسيمة أو خلاف لديه فئة تدفع به. الخلاف الأول وهو أهالي الأسرى والمختطفين عند المقاومة الفلسطينية. أنا باعتقادي بأن الحديث عن إعادة جثث هذا سيشعل فتيل تخوفهم وسيشعل حساسيتهم نحو الطبيعة العملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. هم يعني لا يقولون أنهم لا يخشون ذلك، هو أن تقود هذه العمليات إلى عودة أبنائهم في صناديق وتوابيت. اليوم إذا يعني صدقت الرواية التي قدمها هجاني، ولم يعيدهم في توابيت فقط وأعادهم جثث متحللة، وهذا كذلك سيثير من حافظته. الرسالة أو التقسيمة الأخرى وهي ما يخص أهالي الجنود. هذه الجنود لاحظنا بأن هناك 600 في هذه المعارك وهم لا يثقون بقدرة الجيش على الحماية. التقسيمة الثالثة من الخلافات التي أجاب عليها الخطاب وهي حقيقة الخلافات السياسية وما يتعلق باليوم التالي. واضح حجم الخطاب وما قالوا من أنه تم الإعداد لمعركة استنزاف طويلة، أن الجيش الإسرائيلي سيغرق في جحيم رمال قطاع غزة. والقضية الأخرى وهي أن هذا الكلام كله مكتوب بعدة الإنجازات. يعني إذا كنا نتكلم خلال 10 أيام عن 100 قافلة عن الجنود الذين تكلم عنهم الجيش الإسرائيلي، فهنا نتكلم عن إنجازات مرعبة خلال 10 أيام. بعد سلسلة طويلة من الفيديوهات في أيام معدودة. شكرا جزيلا لك دكتور رائع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، كان معنا من نابلس، كما نشكر السيد أحمد خلال كاتب والمحلل السياسي كان معنا في
هدخل باللون الجديد، وهخلي بالي بس شويه عشان الحته دي فيها تركيز. انا دلوقتي غرزه الحشو دي فوق اول عمود، الحشو دي فوق تاني عمود هي اللي هشتغل فيها. يعني ادي حشو هشتغل في الغرزه التانية، غرزه الحشو التانية اللي في السطر. هدخل باللون ده اللي معايا وهسحب سلسله، وهدخل في نفس الغرزه وهشتغل غرزه حشو. يبقى كده اول غرزه حشو معايا. خلاص تاني غرزه حشو برضو، تالت غرزة حشو. خلاص كده معايا 3 غرزة حشو. وبعدين هشتغل غرزة نص عمود في الغرزة اللي بعدها، نص عمود، وبعدين عمود بلفة، وبعدين عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها. خلاص يبقى عندي 3 غرزة حشو، وبعدين نص عمود، بعدين عمود بلفة، عمود بلفة. غرزة الحشو بقى اللي احنا اشتغلناها تحت الفراغ اللي في السطر اللي تحت ده، هنشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفتين ما بينهم 2 سلسلة. ادي اول عمود بلفتين، وهشتغل 2 سلسلة وعمود بلفتين كمان. هلف الخيط مرتين على الابرة، وهدخل في نفس الغرزة وهطلع واسحب الخيط من لفتين، وبعديها من لفتين كمان، وبعديها من لفتين. خلاص ده اول ركن عندي في المربع اللي احنا هنعمله. بعدين هعكس بقى، انا زي ما انا ماشيه كده همشي كده. خلاص هشتغل في غرزة الحشو اللي بعدها دي غرزة عمود بلفة، وبعدين عمود بلفة كمان في الغرزة اللي بعديها، وبعدين غرزة نص عمود في غرزة الحشو اللي بعدها، غرزة نص عمود بطلع من الخيط كله، وبعدين هشتغل حشو. ادي اول واحدة. هعد 9 غرز حشو. خلاص ادي واحدة، ادي 2، ادي 3، ادي 4، 5، 6، 7، 8، 9. خلاص اشتغلنا 9 غرز حشو. خلاص كده هشتغل غرزة نص عمود في الغرزة اللي بعديها، وبعدين غرزة عمود بلفة، وبعدين عمود بلفة برضو في الغرزة اللي بعديها، وبعدين هيجي الدور على الغرزة العميقة دي. خلاص هنشتغل فيها عمود بلفتين، اتنين سلسلة، عمود بلفتين كمان في نفس الغرزة. لفتين يا جماعة بنسى. خلاص ادي كده تاني ركن عندي، ادي اول ركن والتاني عندي. خلاص هشتغل برضو عمود بلفة غرزة الحشو اللي بعديها، وبعدين عمود بلفة، وبعدين نص عمود. خلاص كده، وبعدين هشتغل 9 غرزة حشو، 9 غرزة حشو. ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ادي 9. خلاص كده الدور بقى على ايه؟ على غرزة النص عمود. خلاص ابتدى الشكل يبان معايا. الدور على نص عمود، وبعد عمود بلفة، وعمود بلفة،
وبعدين 2 عمود بلفتين في الغرزة العميقة اللي مشتغلينها دي. ادي اول لفة، اللفة التانية بنطلع بالخيط كله، بنشتغل 2 سلسلة وبنلف الخيط لفتين على الابرة، وبناخد غرزة عمود بلفتين في نفس المكان، وبعدين غرزة عمود بلفة وعمود بلفة وعمود غرزة نص عمود قصدي، وبعدين حشو 9 برضو 9 غرزة حشو. خلاص هكمل بنفس النظام. هنا شايفين المربع ابتدى يبان، انا عملنا كده ادي ركن 2 3 يتفضل عندي الركن ده. هشتغل 9 غرزة حشو، وبعدين هشتغل غرزة نص عمود واحدة بس، وبعدين هشتغل 2 عمود بلفة، وهاجي عند الغرزة العميقة دي هشتغل فيها عمود بلفتين 2 سلسلة عمود بلفتين، وبعدين هطلع هشتغل غرزة عمود بلفة عمود بلفة نص عمود، وهشتغل غرزة حشو لغاية ما اوصل عندي للغرزة دي. خلاص يعني الغرزة اللي بعد الغرزة العميقة دي هشتغل غرزة حشو، وهقولك هنقفل السطر ده ازاي وهنشتغل ايه السطر اللي بعد كده، لان السطر ده مش هنقص الخيط. هخلص بس باقي المربع وهشتغل الركن الرابع هنا، وهرجع اوريكي ايه الخطوة اللي بعد دي. هنا قفلت بمنزلقة السطر اللي فات، وارتفعت 2 سلسلة وحسبتهم اول عمود، طلعت على طول دخلت في الغرزة اللي بعدها وعملت عمود بلفة، وهكذا مشيت عملت عمود بلفة في فوق كل غرزة بعمل عمود بلفة. وصلت لغاية الركن اللي فيه الفراغ ده، واشتغلت جواه 2 عمود بلفة بينهم 2 سلسلة، وبعدين كملت عادي واشتغلت فوق كل غرزة عمود بلفة. خلاص كده خلصت السطر ده. كده هاجي عندي الخيط هنا هقص بقى عشان اقفل السطر، هقص برضو على قد القفلة مش هزود. هسحب بقى الخيط وهدخل فوق اول عمود هنا، وهسحب الخيط، وبعدين هاجي هنا هدخل تحت اللفتين هنا، وهسحب الخيط برضو كده. لو في ابرة تنظيف ممكن نستعملها، بس انا قص خيط اصلا قليل عشان الموضوع مش مستاهل ابرة تنظيف، الخيط سلس وكل حاجة ماشية معايا حلو جدا. هداري بقى الخيط ده كده. تانية عشان هنعمل شنطة يبقى وش وظهر كده يعني. خلاص دلوقتي عايزين نعمل اطار كده او جوانب من هنا عشان يبقى شكلها، عشان توسع معايا الشنطة بتاعتنا. شايفين الشكل بتاع الوحدة جميل جدا. هدخل لون جديد عشان اعمل بيه الجوانب بتاعت الشنطة، لان زي ما قلتلك دي بواقي خيوط، فيعني لو عندك لون من ده كفاية ممكن تكملي بيه هيبقى حلو قوي. مش عندك فانا هدخل اللون ده هعمل بيه الجوانب، وهخلي اللون التاني للاطار اللي من فوق. خلاص فالمفروض دلوقتي ان انا هعمل عدد غرز. هعد الاول الاطار بتاعي من اول هنا لغاية الناحية التانية هنا مرورا بده كله، هعد كام غرزة معايا، وهحسب الفراغ ده بغرزتين. خلاص يعني هحسب هنا غرزتين وهكمل العدد. يعني دلوقتي انا هعمل ايه هنا، ده ان الفراغ ده مش هحسبه ولا اللي من هنا ولا اللي من هنا. خلاص هنحسب غرزة واحدة بس هنا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وهكمل عد لغاية هشتغل بالظبط 67 غرزة. هشتغل 67 دول 67 غرزة هشتغل عليهم اطار بعدد 67 غرزة. خلاص هنشتغل 67 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 5 6 7 8 9 10، هكمل 67 غرزة سلسلة. اشتغلت 67 سلسلة، هشتغل كمان سلسلة ارتفاع، يبقى كده عندي 68 غرزة سلسلة. هشتغل في الظهر هنا غرز
هشتغل 2 غرزة سلسلة ارتفاع، وهشتغل في ظهر السلسلة هنا غرز عمود بلف. خلاص هشتغل في كل الغرز بس في الظهر غرزة عمود بلف. يبقى هشتغل 67 غرزة عمود بلفة. خلاص 67 غرزة عمود بلفة بعدد السلاسل اللي انا اشتغلتها هنا 67. خلاص ادي، وهفضل اشتغل كده لغاية ما اخلص 67 غرزة عمود بلفة بعدد السلاسل اللي انا اشتغلتها كلها. خلصت السطر هنا غرز عمود بلفة، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل كمان سطر هنا عمود بلفة برضو في كل الغرز، كل غرزة فوقيها غرزة عمود بلفة. خلاص كل غرزة فوقيها غرزة عمود بلفة. هشتغل سطر كمان، يعني هيبقى عندي 3 سطور غرز عمود بلفة. لو لقيت ان هو هيبقى مش هيديني وسع للشنطة يعني ممكن اشتغل سطر رابع على حسب ما انت عايزة الحجم بتاع الشنطة. خلاص انا عن نفسي هشتغل السطر ده وسطر كمان بعديه. خلاص دلوقتي خلصت 3 سطور على 67 غرزة، 3 سطور من سطور العمود بلفة زي ما احنا شايفين. المفروض دلوقتي هركب الجوانب دي، هتركبها تبدأي أو على اي جنب تبدأي عليه مفيش اي مشكلة. خلاص انا هبدأ كده، هنركبها بغرز المنزلقة. هنركب من اول الغرزة دي، لف بس الخيط، خلي الخيط من تحت هنا عشان هدخل كده. هندخل هنا هناخد غرزة واحدة بس من دول في ناحية في اللفة الخلفية، ماشي. وهدخل هنا ادي واحدة، وفي كل غرزة قصادها غرزة. احنا عدين الغرز كلها قبل ما نبدأ خالص. خلاص بغرز المنزلقة، الغرزة دي في الحلقة الخلفية والغرزة دي في الحلقة الأمامية. خلاص هكمل بنفس الشكل ده وهرجع اوريكي بقى شكلها ازاي. كده خلاص الناحيتين شايفين بغرزة المنزلقة من كل النواحي، غرزة المنزلقة على وش الشغل، شايفين الناحيتين زي بعض بالظبط. دلوقتي المفروض هعمل ايه؟ هعمل اطار للوش بتاع الشنطة. شايفين دلوقتي دي اخر غرزة معايا. هشتغل هرتفع هنا سلسلة، هرتفع سلسلة كده وهدخل في اول غرزة هنا هتقابلني، هشتغل غرزة حشو. شايفين هظبط بس الكاميرا. هدخل في كل الغرز وهعمل غرزة منزلقة باللون اللي معايا ده، هعمل منه سطر واحد كل الغرز. هعمل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس. هاجي هنا عند بداية الركن هشتغل اول غرزة، تاني غرزة هشتغلها في نفس الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها غرزة
المنزلقة بتاعة اول السطر. هدخل هنا كمان واخد ادي واحد، ادي هنا كمان اتنين، وادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ستة، سبعة، تمانية، وادي تسعة. خلاص اشتغلنا على الجانب ده 9 غرز حشو. خلاص هكمل بقى. هاخد هنا غرزة حشو، الغرزة اللي هي فيها قفلة السطر، وهنا غرزة حشو اللي هو ده الركن بتاعي هشتغل فيه غرزتين. خلاص وهكمل بنفس الطريقة هنا، والركن عندي برضه هشتغل فيه نفس الموضوع اللي اشتغلته هنا، هخلصه وارجع اوريكي شكلها. خلصت كده السطر هنا، فاضل انا هوريكي انا قفلت، بس انا هفكها واقفلها معاكي من جديد. المفروض دي بداية الخيط، المفروض هنقفل هنا بمنزلقة في اول غرزة حشو اشتغلناها، بس انا عايزة اغير الخيط لان الخيط اللي معايا ده اللون بتاعه خلص. برضو اللون يخلص ما تقفيش، انا اصلا كده كده عاملينها من بواقي الخيوط، يعني مش عشان اللون خلص خلاص يعني هوقف شغلي معاكي. هاخد كمان الخيط ده معايا هثبته، وبعدين هكمل. هدخل في نفس المكان وهشتغل غرزة حشو. خلاص وهدخل في كل الغرز عندي هنا هشتغل غرز حشو عادية. هقص بقى الخيط ده، بصوا ده اخر الخيط اللي معايا. احنا متفقين من الاول ان اي كمية خيط عندك مسموح ان هي تعمل اي حاجة عليها القيمة يعني. هثبت الخيوط دي معايا وانا ماشية هشتغل عليها. عشان استغل كميات الخيط اللي عندي، مش هسيب الكمية بتاعة الخيط تتحكم فيا، لا ممكن احط اي الوان جنب بعضها تديني نتيجة هايلة. هقرب لكم بس الصورة، شايفين كده خلاص اللون. هنكمل بيه غرز حشو عادية في كل الغرز بقى، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس، نفس الشغل اللي اشتغلناه السطر اللي فات، بس ده هيبقى متثبت اكتر لانه نظام تظبيط الغرز كان السطر الاولاني اللي هو اللي عملناه باللون ده. خلاص هنكمل باللون ده كله الشنطة كلها، شايفين كل ده هنكمله باللون الكشمير، وهرجع اوريك الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. اشتغلت 80 غرزة، 80 غرزة سلسلة. انا اشتغلت 80 سلسلة علشان يبقى هو ده معايا طول الحزام. هشبك هنا وهشتغل غرزة حشو. هكمل بقى غرز حشو باقي السطر لغاية لما اعمل الايد التانية بتاعة الوش بتاع الشنطة او الظهر بتاعها. غرز حشو عادية اهي، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس. هنشتغل بقى دلوقتي 80 سلسلة زي الناحية التانية، شايفين انا اشتغلت كام غرزة حشو هنا؟ ادي 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12. اشتغلت 12 غرزة حشو، وهشتغل بقى 80 سلسلة، وهرجع اشبك الايد في الناحية التانية، وهشتغل برضو عدد غرز حشو زي اللي اشتغلته هنا. اشتغلت الايد بتاعت الناحية التانية، وصلت لاخر السطر. هقص بقى الخيط، وهحط الخيط الاساسي معايا اللي هو اللون الغامق ده. خلاص هعمل بيه سطر او 2 كمان وخلاص، نبقى كده قفلنا الشنطة بتاعتنا. قفلت القفلة دي يا جماعة عشان لو حابة تبدأي من اي سلسلة او من اي مكان غرزة تبدأي براحتك، وما تبانش كمان قفلة السطر معاكي، او تبدأ ما تبانش كمان بداية لحم الخيط الجديد، مش هتبان معاكي خالص خالص. هندير الخيوط بس علشان ما يبقاش شكلها بشع. دلوقتي هدخل بالخيط الجديد، وهبدأ اشتغل من اي غرزة تخشي من تحتها، وتسحبي الخيط وتشتغلي سلسلة، وبعدين تدخلي في نفس المكان تعملي غرزة حشو عادية. خلاص كده هنعمل بقى غرز حشو في كل الغرز، وعلى السلسلة بتاعة ايد الشنطة هنشتغل كل سلسلة، كل غرزة سلسلة عليها غرزة حشو في الحلقة الخلفية. طبعا كل غرزة سلسلة في ايد الشنطة هيبقى عليها غرزة حشو عادية في الحلقة الخلفية. هوريكي دلوقتي غرزتين كده، وبعدين انا هكملهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا وصلنا لأول غرزة، فين ادي اهي. هدخل هنا الاول تحت الحلقتين واعمل اول واحدة. خلاص هدخل هنا بقى هعمل غرزة حشو، وهنا غرزة حشو. هنشتغل في كل السلاسل في الحلقة الخلفية. خلاص تبقى كده كل السلاسل هنشتغل فيها غرزة حشو عادية في الحلقة الخلفية. خلصنا كده السطر ده، شايفين؟ دلوقتي بقى اخر سطر عندي هشتغل بمنزلقة فوق كل الغرز بس في الحلقة الخلفية. هقفل دلوقتي بالمنزلقة دي، وبعدين هدخل في نفس المكان وهشتغل منزلقة تانية بس في الحلقة الخلفية. خلاص وهدخل هنا الحلقة الخلفية بقى زي ما قلنا من كل الغرز. شايفين؟ كل الغرز يا حبايبي هنشتغل فيها غرز منزلقة بس في الحلقة الخلفية. خلاص خلصنا خلاص. دي اخر غرزة منزلقة عندي، ودي الغرزة بتاعة البداية. هنقص دلوقتي الخيط وهلضم، هشد الاول من هنا هسحبه، وهنلضم في ابرة التنظيف، وهندخل من هنا في اول غرزة منزلقة اشتغلناها، وهندخل برضو زي ما بننضف الخيط كل مرة وزي ما بنقفل. شايفين؟ خلاص كده قفلناها بقت كلها زي بعضها مفيش فرق بينهم. هنضف بقى الخيط وهوريكم شكل الشنطة النهائي في الاخر. الشنطة بقى شكلها تحفة جدا جدا جدا، الوحدة شكلها جميل قوي ومظبوطة خالص خالص. شايفين؟ زي ما الكتاب بيقول.
دلوقتي جه دور هنعمل لها بطانة وهنركب لها سوستة. عايز يعمل لها قفل مغناطيس هنا ممكن يعمل ويبقى كده خلاص خلص. في ناس ما بتحبش تركيب البطانه، براحتها خالص، كل واحد براحته. انا بس وريتك الطريقه واديتك فكره، ممكن تكملي عليها وتنفذيها او تنفذي حاجه شبيهه براحتك خالص طبعا. وكل واحد لازم يفكر هيطور من شغله ازاي او هيستغل الحاجه اللي عنده بحسب ما تسمح الكميات او الالوان او حتى نوع الخيوط اللي عندك. خلاص كده انا هركب لها لسه بطانه ان شاء الله اصورها لك بعد ما اعمل البطانه. بس هي كده خلاص، احنا كده يعتبر خلصنا وعملنا كل حاجه في الشنطه. يا رب تكون الشنطه عجبتكم، واتمنى اللي مش مشترك في قناتي يشترك فيها ويعمل شير للفيديو عشان يستفيد منه اكبر قدر من البنات اللي عايزين يتعلموا الكروشيه او اللي عايزين ينفذوا الوحدات دي باي خيط وباي شكل. تنفذيها بخيوط الصوف، تعملي بيها بطانيه، تعملي بيها آه بوليرو، تعملي بيها كارديجان، تعملي بيها اللي يريحك. اهم حاجه ان انت عرفتي طريقه او فكره الوحده اللي احنا نفذناها دي. هي سهله جدا والله، انا كنت متخيله ان هي هتكون اصعب من كده، بس لما نفذتها وبدات اشتغلها لقيتها حاجه سهله خالص. ما تستصعبيش حاجه تكوني لسه ما جربتيهاش. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا شير للفيديو وتدوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر قدر من البنات. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.